طلبنا النهاردة من عند واحد من أقدم المحلات في مجاله مكرونة أبو سليمان، اسمه وتاريخ وعلامة من سنة 1950. موجود في ميدان باب الشعرية من زمان، وده فرع شارع مصر والسودان. المكان ده سمعته وصلت لكل الناس، فبصراحة قلت لازم أشوفه بنفسي. هل هو فعلا قد الكلام ولا إيه الحكاية؟ دخلت المكان بصراحة اتفاجئت، الناس كلها شغالة على أكمل وجه، نظافة وترتيب وإتقان في الشغل يخلوك تحترم المكان قبل حتى ما تدوق. ابو سليمان من 1950 واحنا في السوق. الله ينور. تمام. على وضعه. اصل المكرونه. طعم المكرونة عنده بيتميز عن أي مكان تاني، والسر عنده في شوية الصلصة اللي مش موجودة فعلا في حتة. طلبت من عنده مكرونة بالفراخ وطعمها في حتة تانية خالص. الطبق عنده بسيط جدا، مكرونة وعدس وتقلية وصلصة. ممكن تضيف فراخ أو لحمة أو كبدة أو سجق، بس شهادة هتحاسب عليها. بصراحة الطعم عنده مختلف عن أي مكان. الطعم بصراحة يديها 100 من 10. مكرونة ناعمة، فراخ متبلة صح، وصوص يخليك تاكل وانت مش عايز الطبق يخلص. أهم حاجة تصلي على النبي، وما تنساش تعمل لنا متابعة عشان اللي جاي أجمد وأحلى. سلام.